السلام عليكم، نتمنىكم تكونوا كاملكم بخير وعلى خير وبصحة جيدة وبالتيسير ان شاء الله. مرحبا بكم عندي في القناة، واليوم فيديو جديد غادي نحضر معكم لانش بوكس اللي وجدت الوليدات اليوم. خبيزات بالسميده اللي كيجيو واعرين ورطبين بحال الكرواسه. وعندي واحد الكفته ديال الدجاج بالتتبيله اللي كتجي رائعه بزاف. اما الخبيزات ما نقول لكمش كيجيو رطبين. ندوزو للمقادير. بالنسبه للمقادير عندي واحد الزلافه اللي تكون عامره مزيان ديال السميده الرقيقه اللي كنديروا بها الحرشه، ونص زلافه اللي عبرت بها السميده هي اللي غنعبر بها الطحين الرطب. نص ديالها الطحين الرطب يعني الطحين فورس، واحد نص علبه ديال دانون مسوس، واحد معلقه ديال العسل، اولا تعوضيها بالسكر الا ما عندكش العسل. غندير الملحه القياس، وغندير الخميره، وربع كاس ديال الزيت، ومن بعد غادي ندير واحد البيضه. هنا العجينه ديالي غادي نجمعها بالماء دافي صافي، ومني غنجمعها العجينه تكون رطبه ما تكونش قاصحه، تكون تتلصق في اليد كيف ما غتشوفوا في الصوره. انا ما غاديش نطول عليكم في الهضره، نخليكم نتوما تشوفوا باش تفهموا مزيان. الطريقه ديال هاد الخبيزات كيجيو واعرين بزاف حسن من اللي غتشريهم من الخبازه، ودغيا كيوجدوا ساهلين، غير هما كيبغيو شويه الخدمه باليدين كيف ما كتشوفوا. هنا من بعد ما غادي نعجنها ونجمعها تبقى هكا كتلصق، حيت هذيك هي القياس اللي خصها تكون فيه. من بعد غادي نخليها تخمر. من بعد هنا ما خمرت ليا صافي كنبدا نكورها. هنا انا درتها كويرات غير صغيورين، وغادي ندوزها في السميده رقيقه ونديرها في الطاوله صافي. غنبقى على هاد العمليه حتى نسالي كلشي. ومن بعد ملي غادي نسالي الكويرات ديالي اللي انا كنفندهم، ضروري تفندوا في السميده رقيقه. العجينه راه ما تخافوش منها، راه كتجي كتلاصق باش كتعطينا ملي كيطيبوا هاد الخبيزات باش كيعطيونا ديك الرطوبيه، كيجيو مفشفشين بزاف كيذوبوا والله الا مندوغين غير بوحدهم. مهم هنا من بعد ما ساليت الكويرات ديالي تنبدا نبسط شويه باش ما يجيونيش غلاضين، هنا كيف ما كتشوفوا في الصوره صافي. ومن بعد ما غادي نبسطهم غادي نغطي عليهم وغنخليهم واحد 5 دقائق ولا 10 دقائق يطلعوا شويه في الخموريه، يعاودوا يخمروا وندخلهم للفران يطيبوا بحال اللي كنطيبوا الخبز ديالنا عادي صافي. هنا من بعد ما خمروا لي كيف ما كتشوفوا راه دخلتهم الفران بطبيعه الحال راه كنت مسخنه. هنا غادي ندوز باش نحضر الكفته. كيف ما قلت لكم عندي بصله مشلوضه رقيقه، عندي القزبر ومعدنوس والثومه، التوابل عندي التحميره، عندي شويه السودانيه، عندي البزار، سكينجبير، الخرقوم البلدي، عندي الخرقوم بلدي، شويه الكمون، غير راس المعلقات الكمون، والملحه من طبيعه الحال، واحد بيضه وجوج معالق كبار عامرين مزيان ديال الشابلور صافي. هنا غادي نبدا نجمع الكفته. وقبل ما غادي نجمع غادي نزيد واحد نص معلقه ديال المطيشه المعجونه، ضروريه باش كتعطي واحد المذاق واعر في الكفته. تيقوني هاد الوصفه كتجي واعره بزاف، كتجي خطيره، المذاق تيجي يا سلام. هنا من بعد زدت قياس معلقه كبيره ديال الزيت صافي، وكنجمع. من بعد ما جمعتها كيف ما شفتوا راه كتجي هكا، كتجي تبارك الله واقفه مزيان صافي. تنبدا نكورها ونبسطها على هذا الشكل كيف ما غادي تشوفوا. بسطه راه دغيا كتبسط، ما كتلصق ما والو، كتجمع دغيا صافي. وغادي نبدا تنسالي صافي، غنبقى ندير نفس العمليه حتى نسالي كامل. غنبسطهم بهذه الطريقه. من بعد ما غادي نبسطهم غنستهم في الطبيسيل وغنغطي عليهم بواحد البلاستيكه وغندخلها للثلاجه بما يطيب ليا الخبز، ونوجد عاد ندوز باش نبدا نقلي فيهم.
صافي هنا كيف ما كتشوفوا ضروري كنبسط. انا مبغيتش نزرب الكاميرا باش تفهموا الطريقه مزيان. كاين بعض الاخوات صحاباتي تيقولوا لي ما تبقايش تزربي لينا هذا، تزربي لنا الفيديو بزاف، خليه باش نفهمو مزيان. هنا من بعد ما كيف ما قلت لكم، بعد ما قرصت غندير بلاستيك هنا، غندخلها للثلاجه ترتاح بما نسالي. وغادي ندير الفريت هنا، راه ما صورتوش مي غادي ندير الفريت، غادي نوجدو على جنب. والخبيزات هما من بعد ما خرجوا، ما نقول لكمش هاد الخبيزات بالطريقه اللي عطيتكم راه كيجيو تيذوبوا، كيجيو كتر من السفنج، كتر من المقطنين، شي حاجه واو رائعين. شوفوا معايا كيفاش انا راه يلا خرجتهم من الفران راه باقيين سخانين. شوفوا النتيجه ديالهم كي دايره. هنا من بعد ما ساليت كلشي وجدته، بديت درت مقيله فيها شويه الزيت، وبديت كنحطهم كنقلي فيهم. هاد الكفته كيف ما قلت لكم هادي المهم هاد الكفته كتجي زوينه بزاف بزاف بزاف، كتجي بنينه كيحماقوا عليها وليداتي الصراحه. صافي هنا من بعد ما غادي نسالي غادي نوجد الخبيزات، الكفته، الفريت. هنا من بعد ما فتحت شوفوا النتيجه ديال الخبيزات كي دايرين، ما كيجيو واعرين من الداخل. هنا درت من الوسط منهم درت الفرماج. وليداتي ما كيبغيوش ليا ندير لهم شي صوص اخرى، درت لهم الفرماج ودرت الكفته والخس صافي، ودرتو لهم في الطويصات اللي كيديو معاهم المدرسه. وهنا درت لهم رافقتها لهم مع الشلاضه اللي هي الخيار ومطيشه والخس صافي. ودرت لهم الفريت في هاد الكويطات. هنا راه كنشري هادو ديال الفريت، كنشريو من عند المول المحل اللي كيبيع هادشي. صافي هنا هادوك كيف ما قلت لكم هادوك الكويطات كناخذهم باش كندير لهم الفريت. وهذه هي الوجيبه اللي درت لولادي، كتجي رائعه بزاف. هنا الوليدات غادي للمدرسه، الله يحفظ لكم وليداتكم حتى نتوما غادي بهم باباهم. من بعد ما ساليت ومشاو نط انا كنجمع الدار. حكيت غادي نوريكم واحد المعجون ديال الزليج اللي كيخلي ليا الجليج كيشعل الصراحه. ساهل في الخدمه، كندهنو شويه، كندي واحد الشيته وكنبدا نحك فيه، كيخرج له ليا بسهوله. واخا الريحه مجهده شويه ولكن النتيجه رائعه بزاف. هنا اعزكم الله كنحك به الطواليط والدار بكاملها. هانتوما البنات كيخلي الجليج واعر كيلمع. هنا باقا الدار ما نشفاتش. هانتوما الطواليط والله الا الجليج اللي كيولي ديال الجليج ديال الطواليطات، الجليج ديال الارض واعر. واخا فيه الريحه مجهده، من الاحسن ديري واحد الكمامه. خليكم ونكمل شقايه. وهنا الخوت من بعد ما ساليت شقايه، ما نقول لكمش على هذاك المعجون ديال اوني، راه خطير للجليج بصراحه، رائع بزاف بزاف بزاف. هنا من بعد ما ساليت صايبت هنا هذا الرز الكبسه، كانت مرات خويا تشهاتو وقالتها لي، عيطت ليا وقالت لي راه تشهيت هذاك الرز اللي راه شفتك دايره راميه في القناه. صافي انا صايبتو وعيطت على خويا قلت ليه منين تكون جاي في العشيه جيب مرتك دوزها عندي وما تقولش ليها راه انا درت ليها داك الرز اللي كيعجبها اللي يعجبها. صافي منين جات عندي مسكينه شمات الريحه من الباب، قالت لي واحد الريحه زوينه. منين جات الكوزينه ما نقول لكمش، راه في الصراحه بغات تحماق بالفرحه، عجبها الحال بزاف بزاف بزاف. والحمد لله درت لها هذا الرز ديال الكبسه، راه هي هذيك اللي كتبان في جنبي. راه جات هنا قالت لي ما توقعتش يكون الرز. فرحات بزاف بزاف بزاف. بغيت نصور لكم الاجواء ولكن احتراما انهما ما كيبغيوش يبانوا في الكاميرا. راه هي هذيك مسكينه كدي معايا وكتعاود قالت لي والله ما توقعت انه يكون الرز. صافي هنايا حمرت البصله درتها ليها من الفوق ديال هذوك اللحيمات، ودرت ودرت اللوز صافي وحلقت عليه. واهم شيء هو انها فرحات بهذا الرز، فرحات به بزاف لانها مشهياه. فوق هادشي انها كتوحم
نتمنى يكون في ميزان الحسنات وبصحتك وراحتك اختي، والعقوبه لحاجه اخرى اللي تشهيتيها قولوها ليا على الراس والعين. وهذا ما كان انا شاركت معكم نهاري كيفاش دوزته. نتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم، ونقول لكم ما تنسوش البارطاج واللايكات واللي ما مشتركش يشترك. ونتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم بزاف بزاف. انا شاركت معكم